السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يا ريت لو ما اشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت لايك للفيديو لو عجبك. معانا النهاردة فيديو جميل جدا من علب الصفيح. علب بقى فول، علب صلصة، علب مشروع، أيا كانت العلبة وأيا كان حجمها، الفكرة بتاعتنا هتبقى مناسبة ليها جدا. اول حاجة هعملها ان انا هغلفها. عندك بقى ستيكر الزقي عليها، عندك لزق زي ده الزقي عليها. يعني بصي الموجود ومتاح عندك، يعني ما تقفيش على حاجة، اعملي بالموجود. انا اللزق ده كان موجود فانا قلت الزقها. طب انا بلزقها ليه؟ علشان خاطر لو في فراغات بينت من الشغل اللي احنا هنشتغله، فيبقى الشغل بتاعي الفينش بتاعه نضيف، ويبقى مفيش اي ديفوهات في الفكرة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده هلزق بقى العلبتين. تقدري تعملي فكرة واحدة في حاجة واحدة يعني، الفكرة في علبة واحدة، وتقدري تعمليها في اتنين في اكتر من علبة. انا عايزاها اتنين علشان عايزاهم احطهم ديكور كده في المكتبة عندي بشكل حلو قوي. اول حاجة البطل بتاعنا في الفكرة بتاعتنا غير العلب الصفيح، الخافض اللسان. طيب انا هعمل ازاي بخافض اللسان؟ انا هلزق كده على خافض اللسان، وهلزقه ما بين كل واحدة والتانية، يعني يبقى فيه طول من فوق ومن تحت سنتي ونص لاتنين سنتي. يعني في فارق سنتي ونص او 2 سنتي من فوق ومن تحت زي ما انت شايفة كده، على حسب ما انت عايزة طولها عامل ازاي. هي انا عملتها تقريبا كان سنتي ونص، وتقدري تعمليها 2 سنتي كمان. هتمشي بقى على العلبة كلها داير ما يدور بالطريقة دي. تخلي بالك من المسافات علشان ما تطلعش معاكي يعني واحدة طويلة قوي او واحدة قصيرة قوي هتطلع معاكي مش مظبوطة لما توقفيها. بصي هتلاحظي ان انا كل شوية بشوف المقاس معايا. ممكن لو انتي مش عارفة تظبطي المقاسات بايدك او بعينك، ممكن تعلمي عليهم بالمسطرة، او تعلمي عليهم بقلم خفيف خالص كده علشان ما يبانش، بحيث ان انت تبقي عارفة المسافة اللي انت هتشتغلي بيها عاملة ازاي. بصي اهم حاجة وانت بتلزقيهم ان انت تتكي قوي عليهم علشان خاطر ما يفكش بعدين وترجعي بقى ايه، الشغل منك يبوظ وتلاقيه فك منك وكسر ووقع. لا هو كده بالطريقة ديت مش هيفك خالص. وكمان اللي احنا هنعمله فيها بعد كمان شوية كمان مش هيخليها تفك خالص، وهيخليها ثابته وجميله جدا. شفتي بقى خلصناها اهو. طيب انا عن نفسي هسيبها باللون ده، مش هلونها ومش هدهنها اي حاجه. بصي بقى في الاخر كده شكلها جميل قوي، موقفناها وجميله جدا. هعمل التانية بنفس الطريقه ونفس الخطوات بالظبط. طيب انا بقى، طب لو انا مش حابه لون خافض اللسان على اللون الخشب الفاتح ده او كده، هتجيبي بقى يا صبغة أسطر، هتجيبي صبغة ورنيش، هتجيبي مثلا أي دهانات أكريليك، ألوان مائية، ألوان مية، أي حاجة، أو دهانات بلاستيك، أي حاجة، أي ألوان موجودة ممكن تلوني بيها الخافض اللسان الأول، وبعدين تبتدي تلزقي بقى إيه على الفكرة بتاعتك زي ما انت شايفة كده. بصي بقى كده بعد ما خلصناهم شكلهم جميل ازاي، تقدري بقى تسيبيهم على شكلهم دوت. تقدري ان انت تعملي لهم ديكور شكله حلو كده، وفي نفس الوقت يمسكهم بحيث ان هم ما يفكوش منك خالص. جيت هنا عارفين بقى شريط الخيش ده اللي احنا استعملناه في الفيديو اللي فات، وانا مبسوطة ان هو عجبكم. برضو كان من علب الصفيح، بس عملناه زي منظم او مقلمة جميلة كده شكلها حلو قوي. هبتدي بقى ان انا اقص الزيادة والف عليه داير ما يدور كده، شكله جميل قوي. هعمل التانية برضو بنفس الطريقة. هلزق برضو عليها الخيط الخيش بداير ما يدور زي ما انت شايفة كده، لحد ما اخلصها خالص لحد النهاية. شكله جميل جدا. طيب انت ما عندكيش مثلا خيط خيش، عادي مش هتقفي. اي خيط عندك، اي شريط ستان، اي حاجة هتمشي معاكي وهتبقى شكلها حلو جدا. وكمان اللون اللي انت تحبيه هتشتغلي بيه. عندي هنا بقى ايه ده؟ شريط لولي. هو بيبقى عريض
صفوف كتير، انا بقص منه الصفوف اللي انا محتاجاها. انا هنا كنت عايزه صف واحد بس، يدي بس منظر وديكور شكله حلو مع خيط الخيش، ومع اعواد خافض اللسان اللي معايا دي بتدي شكل حلو قوي. هعمل داير ما يدور في النص كده زي ما انت شايفه، وهعمل في التانية برضو نفس الحكايه، همشي عليها برضو بالشريط اللولي دوت، وامشي عليها داير ما يدور. شكلها جميل جدا والله بجد، يعني تصوير ظالم ظالم كتير جدا، يعني الحاجة على الحقيقة أشيك وأحلى كمان بكتير. كده خلصت، وهقص بقى كمان الزيادة سهل جدا، باجي عند الحتة اللي فيها الخيط واروح قصها على طول، مفيش حاجة. كده بعد ما انا ما خلصتهم برضو تقدري ان انتي تسيبيها كده، بس لو متاح معاكي بقى ايه، خرز برضو ملون مثلا، او خرز لولي، او خرز شكله حلو، او قروش زي اللي معايا دي كده. دي قروش بتتباع عند يعني الخردواتي، محلات الخردواتي اللي هي بتاع مستلزمات الخيط والصوف والحاجات دي. شكله حلو قوي، ادى معايا منظر. طب لو مش موجود معايا عادي، اقدر ان انا استغنى عنه جدا، واقدر ان انا ما اعملش بيه، مفيش اي مشكلة. بس بصراحة ادى معايا في الفكرة بتاعتي يعني الشكل حلو، شكله جميل كده وشكله جميل، يعني ما اثرش معايا. بس لو هو مش موجود معاكي تقدري ان انت تستغني عنه. بصراحة انا عجبني شكلها كده قوي، وكمان مبسوطة جدا من ردود افعالكم على الفيديوهات اللي انا بنزلها. ربنا يبارك فيكم يا رب، يعني جميل جدا. ويعني بس برضو انا عايزة يعني يا ريت لو تعملوا يعني لو تقولي لي رأيكم في التعليقات، ببقى مبسوطة اكتر. يعني كل ما تقولي رأيكم في التعليقات كل ما ابقى مبسوطة اكتر، يعني بيبقى عندي حافز ان انا اشتغل واعمل فيديوهات تانية اكتر بكتير. كده بعد ما انا ما خلصتها اهوت وكده تمام. طيب انا بقى هستعملها ازاي؟ انا طبعا الفل ده انتوا عارفين بيجي مع الاجهزه الكهربائيه على فكره، زيه زي الابيض كده اللي بيجي مع الاجهزه الكهربائيه. عندي برضو الشريط دوت بتجيب من عند اي مكتبه عادي. انا حطيت الفل ده تحت عشان يرفع معايا، علشان خاطر اما احط الشريط اللي هو الزرع ده من النص كده يبقى شكله حلو. تقدري تحطي فيه ورد، تحطي فيه اي حاجة تانية. بصراحة الزرع ده شكله جميل قوي، وفرع موجود في كل المكتبات، مش غالي وحلو جدا. بجد فكرة شكلها حلو قوي، محدش هيصدق ان دولت علب صفيح كنت هترميها في الزبالة. وشوية خافض لسان من العلبة، ما خدتش كمية، يعني خدت حاجة بسيطة. بجد يا رب يعجبكم وتقولي رأيكم في الكومنتات. وتنسوش تعملوا شير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.